كان كل شهر رمضان تلاحظ اللي شعرك خف بعده. الفيديو هذا ليه شهر رمضان يبدل برشا في الروتين وتاع البدن، السهريات، نقص النوم، تبديل وقت النوم، النظام الغذائي اللي يتبدل بطبيعته، والديزيدراتاسيون على خاطر بطبيعتنا نشرب أقل الماء. هذوما الكل يعملوا بريسيون على البدن، والشعر هو من أول الحاجات اللي تتأثر. وكما قلنا في الفيديوهات اللي فاتوا، أي سيتوياسيون دو ستريس كبيرة على البدن نجم تدخل une grande partie من البصيلات في une phase de repos. وعند برشا ناس وخاصة النساء يلاحظوا تساقط شعر كبير شهرين ولا 3 بعد رمضان، وما يجيش في بالهم اللي السبب الحقيقي هما لي شونجمون اللي يصيروا في شهر رمضان. والوقاية تبدأ من اليوم، وهذوما بعض النصايح باش تعرف كيفاش تحضر بدنك. تركز على السحور، ولازم يكونوا فيه لي فيتامين، لي بروتيين، لو فير، لو زنك، وكل ما يحتاجه بدنك. 2، ملي تشق فترك للسحور لازمك تشرب برشا ماء على فترات متفرقة باش تخلي ديما بدنك إدراتي. 3، يلزمك تخمم في لي كومبليمون أليمونتير وتشوف مع طبيبك شنو الحاجات اللي عادة يكون عندك فيهم كارونس، وهكا نجم تتلهى بشعرك في سيدي رمضان. وانتوما قولوا لي شنو ما أكبر مشاكل شعر تلقوهم في رمضان، اكتبوهم لي في لي كومنتير.